الصيف جه وموسم البيسينات بدأ والاطفال مبسوطه، وده بالظبط الوقت اللي بيحصل فيه اخطر حاجه. ابنك ممكن يكون بيغرق وانت قاعد جنبه من غير صوت ولا خبط ومن غير ما تاخد بالك. الغرق الحقيقي مش زي الافلام، بيحصل في سكوت تام وفي ثواني. والغريب ان الاهل بيضيعوا خوفهم على حاجه وهميه اسمها الغرق الجاف، مش موجوده طبيا اصلا، وبينسوا الخطر الحقيقي. تعال نمشي في ال5 اخطار اللي بتحصل لابنك في الميه، ومع كل واحده الحل بتاعها. خد بالك من الجمله دي كويس، لانها هتغير احساسك باي حمام سباحه بعد كده. لما تدخل حمام سباحه وتشم ريحه الكلور النفاذه، انت في الحقيقه مش بتشم كلور، انت بتشم العكس تماما. الريحه القويه دي اسمها كلورامينات، وبتتكون لما الكلور يتفاعل مع العرق والبول وخلايا الجلد وكل حاجه بتنزل من اجسام اللي بيعوموا في الميه. يعني الريحه النفاذه مش دليل ان الميه اتعقمت كويس، دي دليل ان الميه متلوثه لدرجه ان الكلور بقى مشغول في التفاعل مع الوسخ بدل ما يقتل الميكروبات. والكلورامينات دي بالظبط هي السبب الحقيقي في ان عين ابنك بتطلع حمراء وبتوجعه بعد العوم، مش الكلور زي ما كلنا فاكرين. لما البول يتفاعل مع الكلور بيعمل ماده مهيجه بتحرق العين وتعمل الاحمرار ده. وكل ما حمام السباحه يبقى زحمه اكتر، كل ما الحمايه بتقل، لان الكلور المتاح بيقل. والحل انك تعمل حاجتين بساط بيفرقوا جدا. الاول، خلي ابنك ياخد دش سريع قبل ما ينزل الميه، ده بيشيل العرق والوسخ اللي بيتفاعل مع الكلور ويقلل الكلورامينات للناس كلها. التاني، علمه انه ما يبلعش ميه البسين خالص، وانه لما يتزنق يطلع يدخل الحمام بدل ما يقضيها في الميه. وفي خطوه وقائيه كمان قبل النزول بتفرق شويه في الامراض الجلديه. زيت جوز الهند، لما تدهن جلد الطفل بطبقه خفيفه من زيت جوز الهند قبل ما ينزل، بيعمل حاجز خفيف بيقلل احتكاك الكلور المباشر بالجلد، وفي خصائص بتقاوم الفطريات والميكروبات اللي ممكن تتنقل في الميه المشتركه. بس في حاجه مهمه جدا قبل ما تستخدمه على طفل لاول مره، اعمل اختبار حساسيه بسيط. حط كميه صغيره على جزء صغير في ايده واستنى يوم وشوف لو حصل اي احمرار او تهيج، ولو حصل حاجه ما تحطلوش منه تاني. مش معنى ان زيت جوز الهند طبيعي انه مناسب لكل شخص. والقاعده اللي تمشي عليها، بسين ريحته كلور خانقه او زحمه او ميته معكره اطلع منه، ده مش بسين نظيف، ده بسين متلوث. لكن العين الحمراء دي ابسط حاجه ممكن تحصل، لان في حاجات اخطر بتدخل في مكان مش باين خالص. في حاجه بنتجاهلها تماما بعد ما الطفل يطلع من الميه، الودن. الميه اللي بتفضل محبوسه في قناه الودن الخارجيه بتعمل بيئه رطبه دافيه، وده بالظبط اللي البكتيريا بتحبه عشان تتكاثر. النتيجه حاجه بيسموها سويمرز اير، التهاب في الاذن الخارجيه بيعمل وجع وهرش واحمرار، وكتير من الاطفال بيشتكوا منه كل صيف. ودي مش حاجه نادره ولا مبالغه، المؤسسات الصحيه تنصح صراحه انك تنشف ودن الطفل كويس بفوطه بعد العوم عشان تمنع الالتهاب ده. والحل ان اول ما الطفل يطلع نشف ودنه من بره كويس بفوطه، وخليه يميل راسه على كل ناحيه عشان اي ميه محبوسه تنزل، وما تدخلش اي حاجه جوه الودن زي عيدان القطن، دي بتزق الشمع لجوه وتعمل مشاكل اكبر بكتير بدل ما تتحل. وبعد ما نضمن العين والودن، تعالى نتكلم عن حاجه اغلب الاهل بيختاروها غلط من غير ما يعرفوا، ودي معلومه معظم الاهل عمرهم ما فكروا فيها وممكن تكون فارقه في ثواني الخطر. لون المايو، وده مش مجرد ذوق او شكل، هو عامل امان حقيقي. في دراسه اختبرت الوان المايوهات في 3 بيئات مختلفه، حمام سباحه بقاع فاتح، وواحد بقاع غامق، وبحيره ميتها معكره. النتيجه كانت واضحه، الالوان الفوسفوريه زي البرتقاني النيون والاصفر الفوسفوري والاخضر النيون بتفضل واضحه جدا تحت الميه، والبرتقاني النيون تحديدا كان الاوضح في كل البيئات. والعكس هو الكارثه، الالوان الغامقه زي الاسود والازرق والاخضر الغامق بتمتص الضوء وبتختفي تحت الميه بسرعه، لدرجه ان طفل لابس مايو غامق ممكن يبان في قاع حمام السباحه زي كومه ورق او ظل، مش زي طفل. وده بيحصل حتى في الميه الضحله. وممكن حد يقول لي بس انا قاعد قدام ابني شايفه، وهنا بالظبط الخدعه، الطفل مش دايما قدامك، واللحظه الخطيره بالظبط هي الثانيه اللي بتبص فيها بعيد. ولون البشره ما بيحلش المشكله، لان اللي بيختفي هو المايو الغامق نفسه اللي بيمتص الضوء مش الجلد. والحل بسيط جدا وببلاش، لما تشتري مايو لابنك اختار لون فوسفوري فاقع، برتقاني نيون، اصفر فوسفوري، اخضر نيون، او وردي فاقع حتى. فكر في اللايف جاكيتس ولبس المرور، ليه لونها فوسفوري؟ عشان تبان بسرعه وسط الزحمه. نفس المنطق بالظبط ينطبق على ابنك، وابعد عن الازرق والاسود تماما في المايوهات. الموضوع ده بيخلينا نوصل لاشهر خرافه بتخوف الاهل في الصيف كله، اكيد سمعت الكلام ده ومليون ام بتقوله، ان الطفل ممكن يبلع شويه ميه في البسين، يطلع يلعب عادي، وبعدها بساعات او حتى ايام يفارق الحياه وهو نايم من غير اي اعراض. الاسم اللي بيتقال عليه الغرق الجاف او الغرق الثانوي. خليني اكون واضح معاك تماما، المصطلحات دي مش معترف بيها طبيا خالص. الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بتقول حرفيا ان مصطلحات زي الغرق الجاف او الغرق الثانوي غلط وبتنشر سوء الفهم، والمصطلح الطبي الصح هو اصابه الغمر. والحالات اللي اشتهرت في الاعلام وقالوا عليها غرق جاف لما الاطباء راجعوها طلعت حاجه ثانيه تماما. طفل اتقال انه فارق الحياه من الغرق الجاف طلع عنده التهاب في القلب ملوش علاقه بالعوم، وطفله ثانيه السبب الحقيقي كان التهاب رئوي من ميه دخلت رئتها وعملت عدوى بعد يومين. مش حاجه مفاجاه من غير مقدمات. والقاعده اللي تريحك، الغرق عشان يحصل لازم وش
يخش الطفل يدخل الميه والميه تدخل مجرى الهواء، والاعراض الخطيره بتظهر فورا او في نطاق ساعات قليله مش بعد يومين فجاه. فبدل ما تسهر تراقب طفل بيجري ويلعب عادي خايف من حاجه وهميه، خلي القاعده كده: لو الطفل بعد العوم بقى بيكح كحه مستمره او بيتنفس بصعوبه او مزاجه ووعيه اتغير، دي علامات حقيقيه تستدعي دكتور فورا. غير كده الطفل اللي طالع طبيعي بيلعب وبياكل مفيش حاجه اسمها يفرق الحياه فجاه بعد يومين، وطبعا الاعمار بيد الله. بس دلوقتي خليني اوريك الخطر الحقيقي اللي المفروض كل الطاقه دي تروح له، اللي بيحصل في ثواني قدام عينينا في صمت. دي اهم نقطه في الكلام كله، فركز معايا. في دماغنا كلنا صوره عن الغرق جايه من الافلام، طفل بيخبط في ميه بيصرخ بيرفع ايديه ويستنجد. الحقيقه ان ده تقريبا ما بيحصلش. الغرق الحقيقي بيحصل في صمت تام. الطفل ما بيقدرش يصرخ لان جسمه كله مشغول انه ياخد نفس، وايديه بتدفع الميه لتحت بشكل غريزي في محاوله ان هو يطلع وشه فوق السطح، مش بتلوح للمساعده. عشان كده ممكن يحصل قدام 10 اشخاص ومحدش ياخد باله، وده اللي يخلي المأساة تتكرر بنفس الشكل. ام واب قاعدين جنب الطفل يبصوا بعيد ثانيه واحده بس عشان يكلموا حد او يبصوا على طفل تاني، وفي ثواني دي الطفل بيغطس تحت في سكوت من غير اي صوت. ده السيناريو الاكثر شيوعا مش الاقل، وعشان كده الارقام مرعبه. الغرق من اول اسباب وفاه الاطفال من سنه ل4 سنين، والحل عين مراقب ميه، شخص واحد بالظبط مسؤوليته الوحيده انه يبص على الاطفال في الميه من غير موبايل في ايده ومن غير حوار جانبي، ولو هيمشي يسلم المهمه لحد تاني بوضوح. لو ابنك صغير وفي مرحله بيتعلم خليك على بعد ذراع منه طول الوقت. النيون اللي قلنا عليه بيساعدك تلمحه اسرع، بس مفيش لون بيغني عن انك تبص بعينك. الحاجه اللي بتمنع الكارثه مش معقده، هي بس انك تبص في المكان الصح في الوقت الصح. الخلاصه في جمله واحده: الخطر مش في حاجه غامضه بتحصل بعد ساعات وانت نايم، الخطر بيحصل في ثواني في صمت وانت موجود. كل الطاقه اللي بنصرفها خوف من الغرق الجاف لو حولناها لحاجه واحده بس، اننا نبص على اولادنا في الميه بدل ما نبص على الموبايل، كنا منعنا معظم الكوارث دي. الخوف من الحاجه الغلط بيلهينا عن الحاجه الصح. لو عندك طفل هينزل الميه الصيف ده، اعمل حاجتين دلوقتي: راجع لون المايو بتاعه، وابعت الفيديو ده لاي ام او اب هيودوا اولادهم البحر او حمام السباحه، ممكن معلومه من دول تفرق فعلا. ستي سيف.